خالد حمش، تنظيم القاعدة سابقا، بايع تنظيم داعش الإرهابي، وهاي صورته. شوف الصدمة صديقي. اليوم هو يداوم بلواء 61 تحديدا الفوج الثالث اللي تابع الفيصل العاصي. شوف صديقي المحترم، من نقول لكم هاي عصابات داعش الإرهابية مستترة تحت اسم الحشد الشعبي، لا حد يقول لا، هاي بالصورة والصوت والدليل. هذا الشخص الملقب أبو عبد اسمه موجود ومتعمم بكل حاسبات الحكومة العراقية. حاليا هو مسجل بغير اسم، مسنود من قبل فيصل آمر الفوج، واكثر من 30 شخص او 32 شخص بهذا الفوج هم مبايعين داعش الارهابي ومشتغلين وياهم. هذا الشخص قبل فتره انكمش احد السيطرات وهو مطلوب، بس دا يمشي بعدم تابع للحشد الشعبي. كل هاي العصابات هي قاعد تستر بالحشد الشعبي. ليش؟ لانه كانوا في وقت داعش هم ظالمين الناس ومبايعين داعش وياخذون خاوات واتاوات، واليوم اجى الحشد الشعبي نفس السيناريو، مدعومين وهم قاعد ياخذون خاوات واتاوات من العالم. اليوم هذا الشخص امر سريه بالفوج الثالث اللي تابع البيت العاصي. في امان الله.